إذا كنتم تريدون البقاء شبابا لفترة طويلة في 50 في 60 من العمر، أنتم شباب أقوياء الشرطة، إليكم الغذائين الأساسيين والأهم اللذين يجب استهلاكهما. والغذاء الثاني الذي سأذكره يا رفاق هو الغذاء الأكثر إعجازا لمكافحة الشيخوخة يا رفاق. لذا احفظوا هذا الفيديو، قد يكون مفيدا لكم. اتركوا لي إعجابا وشاركوا هذه الرسالة مع أكبر عدد ممكن من الناس، واشتركوا واخبروني برأيكم في التعليقات. أول طعام أقدمه لكم للبقاء شبابا لفترة طويلة هو الكولا الصغيرة. أعتقد أنكم تعرفون هذه المكسرات هنا. هذا هو الكولا الصغير. يحتوي الكولا الصغير على البوليفينولات والفلافونويدات، وهي مواد مضادة للأكسدة، لذا فهي تحبس الجذور الحرة، وبالتالي فهي تكافح الإجهاد التأكسدي، وأيضا تكافح الشيخوخة المبكرة. أعتقد أنكم فهمتم. والطعام الثاني يا رفاق لا يجب أن ننساه أبدا، قلت أبدا. هذا الطعام يحمي الحمض النووي من عمليات الشيخوخة. إنه يقلل من الإجهاد التأكسدي وعمليات الالتهاب وكذلك التدهور المعرفي، لذا فإنه يبقيك شابا حتى في العقل. إنه يحسن مرونة الأوعية الدموية وكذلك الجلد، لذا سيكون جلدك مرنا مثل جلد الطفل. وهذا الطعام هو التوت الأزرق. علقوا بنعم إذا كان هذا يهمكم، وتابعوني لمزيد من النصائح الصحية الأساسية.